بهذه التصريحات اللا مسؤولة يسيء بن كيران قبل أن يسيء إلى المغاربة يسيء إلى حزبه إساءة بليغة. نحن نقول تزا قبل غزة، والسيد قال فينا ميكروبات وحمير، نطالب بحقوقنا. أنا أقول تزا قبل غزة، مع العلم أن الغزاويين أصهاري، ولذلك وصيتي لأصحاب العدالة والتنمية أن من الذي سيصوت عليكم الآن؟ سيصوت عليكم أو تأملون أن يصوت عليكم من الذين سماهم رئيسكم بالميكروبات والحمير. فكيف هذه مغربية أن يصوت؟ الآن أنتم تنتحرون سياسيا أو بحبل اسمه عبد الإله بن كيران. عبد الإله بن كيران أصبح حبلا كيقجكم يجيفكم. بن كيران يقتل حزب العدالة والتنمية سياسيا وخلقيا وينزله إلى الحضيض بهذه التصريحات الرعناء، بهذه التصريحات اللا مسؤولة. يسيء بن كيران قبل أن يسيء إلى المغاربة يسيء إلى حزبه إساءة بليغة. إذن هذا خلاص واضح وشيء لا غبار عليه. إنما وبالمناسبة علمت هذا الصباح أن هناك بعض الجهات الحقوقية في مدينة طنجة وبعض النشطاء قد جمعوا جمعهم وشمروا على ساعد الجد ليجرجروا بن كيران في المحاكم. فقد جمعوا بعض المحامين، ثلة من المحامين في المدينة، وهم الآن بصدد رفع الشكاية إلى وكيل الملك من أجل النظر والتحقيق في هذا السب وهذا الشتم وهذه الإهانة لا أقل تقدير له. يقول لك نحن نقول تزا قبل غزة، والسيد قال فينا ميكروبات وحمير، نطالب بحقوقنا. السيد بن كيران إذا تحدثنا عن محمد الفيزازي أنا أقول تزا قبل غزة، مع العلم أن الغزاويين أصهاري، مع العلم أنه أكثر من 20 فردا قتلوا في غزة نرجو لهم الشهادة. نسأل الله عز وجل أن يتقبلهم شهداء، ومنهم أشقاء لزوجتي الفلسطينية، تحديدا من دير البلح وتحديدا من عائلة المزينة. وعلى هذا الأساس السي بن كيران حتى ولو كان عندي أصهار هناك أو تزيئنا، أولئك إخوة لنا في الدين والملة بكل تأكيد، والاهتمام بهم واجب شرعي. بس احتازوا الناس تزيئنا، الناس ديال مراكش وأكادير هي أنا، الصويرة أنا، في جيج أنا، وجدة يعني إلى آخره، الحسيمة، الناظور، طنجة، تطوان، العريش، هذا أنا، الرباط، سلا أنا، صفات إلى آخره، جديدة، أسفي، العيون الداخلة، هذا أنا. وفرق كبير ما بين أنا وما بين أخي في الله ولا حتى أخي في الرحم. واش أنا هو شقيقي؟ أنا لست هو شقيقي على ما يلزمني ديني وأخلاقي وحبي لأشقائي وإخواني وأخواتي وجيراني وإلى آخره، لكن دائما يبقى أنا هو أنا أحب نفسي أكثر من أي إنسان على وجه الأرض، حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله. هذا هو لكن الآخرون هناك إخوان لنا في الدين، لكن الناس ديال غزة هم أنا. فغزة غزة تازا، أقول فتازا قبل غزة. سميني كما يعني مع المغاربة كاملين ميكروبات وحمير، فهذا عيب عليك وعار عليك، وهذا لا يليق بك، لا يليق بك، لا يليق بشيبتك، لا يليق بمركزك، لا يليق بك. كونك كنت رئيس حكومة سابق، كونك الآن أمينا عاما لحزب سوا ديزون إسلامي كما كتقولوا أو بمرجعية إسلامية، لا يليق بك بأي اعتبار.